السؤال الأول: إحنا ليه بيجيلنا دور البرد في الشتاء؟ هل ده بسبب إن الفيروسات بتعرف إن الشتاء جه فبتاخد عدتها وتطلع تاكل عش على قفا البني آدمين؟ ولما يجي الصيف بتلم العدة وتروح بيتها؟ أكيد طبعا لا. الفيروسات موجودة معانا بشكل عادي جدا طول السنة وفي كل المواسم، بدليل إن في ناس بيجيلها دور برد في الصيف. وعلى رأي المثل: برد الصيف أحد من السيف. ولكن الفكرة في الشتاء هي السقعة أو انخفاض درجات الحرارة. في الحقيقة لما الجو بيبرد ودرجات الحرارة بتقل في كام حاجة كده بتحصل مع بعض. أولهم نقص مناعة الجسم، وبالتالي بتقل قدرة الجسم على مواجهة الأمراض المختلفة. تاني حاجة حصول انقباض في الأوعية الدموية الموجودة في منطقة الأنف. بمعنى تاني بسيط إن الشعيرات الدموية في الأنف بتقفل مع السقعة، وبالتالي كمية الدم اللي رايحة للمنطقة دي بتقل، وبالتالي كمية الخلايا المناعية اللي رايحة عشان تهاجم الأمراض برضه بتقل. تالت حاجة جفاف الأنف والممرات التنفسية، وده بيخلق بيئة مناسبة جدا للفيروسات علشان تنمو وتتكاثر. واخيرا كل الناس طبعا مع البرد بتستخبى في البيوت، وده معناه تعرض اقل للشمس وتهويه اقل لان كل حاجه مقفله، واختلاط اكبر مع الناس الموجودين معاك جوه البيت. كل الظروف دي بتخلق بيئه مناسبه جدا للفيروسات علشان تتكاثر وتصيب عدد اكبر من الناس.